اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وينكم يا طيبين، وينكم يا حلوين، وينكم يا صديقاتي أحسن المتتبعات والمتتبعين. اليوم كما تشوفوا باش نشارككم روتين الطاقة الإيجابية. إن شاء الله تتشجعوا معايا وإن شاء الله يعجبكم الفيديو يا ربي. كما تشوفوا أول حاجة ديما نعمل طلة على الجردة متاعي، ديما ناخذ الطاقة الإيجابية من حاجة خضراء ونشم شوية هواء لبرا ونتشمس شوية وندخل نقضي على راحتي بكل طاقة إيجابية والحمد لله وما شاء الله يا ربي. كيما تشوفوا خرجت الملاح الكل الشمس والبرة، وخرجت المخاض، خرجت دبش الكل هيك باش ننظف الصالة البرانية معناها متاع الدار. كل مرة هيك ننظف صالة. الحق اليوم قلت خلي ننظف الصالة هذيا ليا برشا ما نظفتهاش، وجيت بدلت كان الديكور وكهو. يا اخي اليوم قلت خلي نشارككم روتيني في الصالة هذه. كيما تشوفوا أول حاجة باش نمسحها ونحيط عليها الغبرة. عملت بيكم دورة على الصالة وعلى البلاصة، كان تحبوا تعطوني فكرة هيك نعمل نغير الديكور ليا برشا نفس الديكور معناها. هذه الصالة البنات اللي كانت كنت لمتها معناها في الصيف الكل لمها بحكم الدار صغيرة كل شيء نستغلوا السباس متاعها باش تبرد لنا الدار وباش توسع الدار. نكون نلمها في كوا ونخليها ما نستعملوهاش معناها في الصيف. وينكم صديقاتي، فضلا ليس أمرا يدخل أول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يوصله كل جديد. ونشكر كل المتتبعين اللي مازالوا يتبعوا فيا واللي يشجعوا فيا بكومنتاراتهم مزيانة، ونقول لهم إن شاء الله ربي يجازيكم كل خير يا ربي. أول حاجة نظفتها من الغبرة وباش بعد نمسحها. طقس عندنا برشا عجاج، حتى ما يكونش عجاج عندنا الغبرة برشا احنا في الجنوب. يلزم ديما ايدك على الحاجة معناها ايدنا ديما تكون على ديما ننظفو، يلزمنا كان الله المستعان وكهو. حتى الصالة يلزمنا ديما مغطية، يلزمنا ديما مستحفظين عليها، ما كانش رانا نتعبوا بالغبرة وبالتنظيف. تو جبت باش نمسحها معناها هي نظيفة الحق، اما جيست مسحة خفيفة. تو بحكم انه صيف معناها ديما ايدينا في المسحان، ديما ما نغفلوش على المسحان الدويرة، بحكم ان الفراشات ما تمش، وديما معناها المسحان يبرد الدار كل شيء، ديما نتفرد هيك كي نمسحوا الدار كل يوم. كان التراكن نتاع الصالة معناها ما اكيدني باش نجبدها كل يوم، يلزمني على الاقل نتفقدها مرة في الشهر، نطل على نلقاش تركينة فيها غبرة، نلقاش فيها هيك كالصوف. ساعات نحير حتى منين يجيني الصوف تحت الصالة. والله عندي الاسبراتير، اما نستعمل فيها كالحاجات الكبيرة معناها كيف يجينا عجاج في مارس، عنا وقت في مارس راهو تكثر لنا الغبرة صفة غريبة، وقتها نستعملها الحق الاسبراتير هذيك متاع غبرة كبيرة. وتو بحكم انها ماهيش غبرة برشا هانا نمسحها ولا ننفضها حتى هيك بقماش، الحق ماهيش مغبرة برشا من الصالة. وكما قلت لكم ديما راني نغطي فيها، عندي ملاحف الحق خاصة بالصالات، كل صالة عملت لها غطاء متاعها مش حتى هوانا هي يتمد واحد والا يجينيش حد والا تبقى نظيفة. وتو البنات باش ندخل الدبش
يكفيه ما الشمس البرة. هاني كما تشوفوا نطيش تطيش، وبعد باش ننظمهم ان شاء الله، على خاطر بعيدة البلاصة معناها نستغل في الوقت ونستغل في المسافة. والله ماذا بيه البنات تعطيني فكرة معناها بتاع ديكور والا حاجة هيك، نحب ديما آرائكم نمشي بها معناها نحترمها. محلاها النظافة ومحلاها الطاقة كي فيق الصباح ونلقوا عنا طاقة، نحاولوا ان الطاقة نستغلها في تنظيف صالة، نستغلها في تنظيم دار، على خاطر مش كل يوم معناها تفيقي معناها عندك طاقة. ساعات مانيش عارفة أنا نساء كل كيفي ولا وحدي، ساعات نفيق ما نحب نعمل حتى شي معناها، نبخل على القضية، نبخل على كل حاجة سبحان الله. البدن يتعب، الطاقة. أما ساعات كي هيك معناها نفيق وعندنا طاقة ما شاء الله. علاش لا خليني نبقى حتى لنص النهار وأنا نقضي. سامحوني البنات خليتكم بالعاني تسمعوا الراجل تعدى قدام الدار يبيع في السلك. ما حبيتش نقصه الصوت على خاطر عادي أجواء الحومة الناس كلها هيك معناها، أكيد كل حومة فيها اللي يبيع السلك وفيها اللي يبيع المعدنوس وفيها اللي يبيع النعناع، كل حد ساعات ثوم، كل مرة كيفاش معناها. نرجع لموضوع الطاقة الإيجابية. وهكا كملت الصالة كما تشوفوا، نظمتها وركحت لها أمورها. إن شاء الله الصورة البنات واضحة، وإن شاء الله الفيديو ينال رضاكم. سامحوني ديما نقولكم سامحوني على الصورة وعلى الطريقة معناها تاع الصورة، راني مازلت ما شريتش الرانج لاين باش تكون الصورة واضحة. إن شاء الله فرصة قادمة وتحسن الكاليتي متاع التصوير. وتو باش نكمل نمسح الدار الكل، بخاطر كل شيء معناها شد بلاصتو، تو كل شيء ركح. برس كان طاولة الفطور مازالت البرة، قلت خلي ننظف لها بلاصتها قبل ما ندخلها معناها، نمسح البلاصة متاعها ونكمل نمسح الدار الكل. ديما كي نمسح يلزمني نمسح البيوت الكل، نعمل عليهم دورة كما قلت لكم باش ما تغلبنيش معناها الغبرة، وباش ما تبقى كل شيء نضيف كل يوم، كل حاجة تبقى نضيفة ان شاء الله. تو باش نحول الصالة الأخرى بحكم حتى هي ما فيهاش برشا دبش، جيس باش نمسحها وكهو معناها. أحسن حاجة في الصيف إن الدار ملمدة بطبيعتها معناها، جيس تنعدي كان خيشة وكهو. سامحوني البنات على صوت الجيران، ما عرفتش وين نقعد باش نمنتج. الصوت كل مرة يدخل لي صوت معناها، مرة صوت صغار، مرة صوت اللي يدور يبيع، كل مرة صوت حد معناها، والدنيا سخونة باش ندخل نسكر على روحي البيت. ديما يلزمنا نتفقد دوكا التراكن معناها تاع البيوت، هذيك اللي تشد معناها الغبرة وتشد كسوف، ما نعرفش منين جاي. سامحوني البنات على الأصوات، صدقوني بعد ما نسجل أنا نفسخ برشا الحق أصوات من برا. ربي يهديهم الجيران إن شاء الله، نهار نفتحوا هيك موضوع على احترام الجار، على خاطر برشا معاناة الحق في الحس أكثر شيء. إن شاء الله ربي يهدي الجميع، وربي إن شاء الله يعطينا الصبر. نرجع لدورتنا البنات، قريب نكملها ونرتاح إن شاء الله، على خاطر كما تعرفوا الغدية اليوم ماهوش حاضر، أول مرة نعمل ميناج والغدية ماهوش حاضر. جيست طيبت معناها جيست غسلت كان معون متاع القهوة،
نظافة الغاز الحق ماهوش حاجة كبيرة الغدي، ماهوش مانيش باش نعمل حاجة كبيرة تشد لي وقت، ان شاء الله حاجة خفيفة، ومازلت ما فكرتش صدقوني، مازلت ما فكرتش حتى شنو باش نطيب. كي ما نطيباش بكري الغدي نبقى حايرة ونبقى نخمم شنو باش نطيب. حصيلو في الصيف رانا ديما يكون أبرك من الشتا، معناها ما نحروش في الماكلة اللي يجي يكفي. هكا كملت هالبنات الصالة هذي، والحمد لله يا رب. اليوم ضغطت روحي بزوز صلاة نظفتهم، وهكا عملت قعيدة عربي. بالله البنات اعطوني رايكم في القعيدة العربي المزيانة هذي. وك الراديون إذاعة الزيتونة ما نحكي لكمش، خاصة بعد المونتاج تعبت. لازمها كان قعيدة عربي مزيانة تعمل الكيف. وهكا بخرت الدويرة كما تشوفوا. حبيت نصور لكم الدار باش تكون واضحة. ريحة البخور تنسيك حتى التعب منه. هذه الكوجينة، وهذه الصالة الأخرى. أكيد تو تكونوا تعرفتوا على داري، والكوجينة بتعرفوها بطبيعتكم. عملت دورة بالبخور. محلاها ريحة البخور البنات صدقوني، تزيد شطر حتى في النظافة معناه. حليت الشبابيك. ان شاء الله الفيديو اليوم يلقى نسبة مشاهدة على قد التعب اللي تعبت. صدقوني البنات ساعات الفيديو نعمله ونتعب عليه وما يجيبليش معنا برشا مشاهدات، اما الحق مازلت شادة صحيح معاكم، مازلت عندي امل فيكم باش تطوروا لي في القناة شوي، باش تشاهدوا لي فيديوهاتي. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، وربي يجازيكم كل خير يا ربي. نمشي نرجع للقعيدة العربي عجبتني، وتو قعدت فيها البنات باش نمنتج لكم الفيديو بعد ما كملت كل شيء ورتحت. مديت سويقاتي. ديما المونتاج راني نعمله ساعات نبدا هكا متكية باش نعمل لكم مونتاج على ما نتعب الحق. قبل ما نودعكم باش نصور لكم شنو جا بعث لي خويا. ان شاء الله ربي يعطيه الخير وربي يجازيه كل خير يا ربي. بعث لي سطل متاع تمر، نوع هو من انواع الدقلة، ماهوش دقلة معناها. تو قيت بعد التعب باش نحط صحيفة هيك، حسيت بشوية جوع قلت خلي نهز قلبي حتى كعبت تمر شوية، منها طلع السكر ومنها تنشطني شوي باش ندخل الكوجينة ونخمم في الغدي شنو. وهكا صديقاتي وصلت معكم لنهاية الفيديو، نقولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلامة.